يعني اسماعيل دوس تسمح ما لينا تحكرش على الموضوع اسماعيل. صراحة شنو الحاجات اللي خاصها تبقى حاضرة في العلاقة الزوجية باش تستمر؟ دي خطوط حمراء ما كنعرفش راسي شنو غنقدر ندير من بعد، ونقدر نخسر كل شيء، ما عنديش اشكال. انا وعمر تفارقنا كزوجين، ولكن كوالدين ديال بنتنا باقيين مستمرين. نقدروا شي نهار نشوفوا عمر وفرح رجعوا لبعضياتهم. لا لهادشي بزاف الناس كيستناو نبكيك ساعة مرة انه الحنين والوحش باقي. وسعاداته اللي باقي الوالده سعاداته. لاله فرح السلام عليكم. وعليكم السلام. شرف لي كبير انك تحضري معايا في بودكاست البوصله. شرف لي الاسماعيل. انت انسان عزيز على قلبي وعزيز على قلب المغاربه. ظريفه ديما الابتسامه في وجهك، انسانه لطيفه، عندك واحد السمعه طيبه. الحمد لله. ومن زمان هذيك باغي يجي الفرصه اننا نجلسوا انا وياك في الطبله، حيت عندك شلام يتقال وقصتك عامره بزاف ديال العبر والدروس اللي تقدر تكون بلسم وعبره لكل واحد كيسمعنا وكيتفرج لينا. واليوم كنبغي نقول لك شكرا حيت قبلتي الدعوه ديالي، وشرف كبير انك تكوني معايا اليوم. شكرا لك، شكرا على الدعوه، وسمح لي بزاف. يلا قدرت نجي يلا قدرت زعما الوقت شويه كان عندي هاد الشهور اللي فاتوا مزاحمين، وكنشكرك على انك بقيتي متشبث كتقولي خصني بغيت نشوفك ضروري نستقبلك عندي. شرف لي اسماعيل، وانت من اطيب خلق الله وعزيز عليا بزاف. لاله فرح كانت عايشه في واحد الاسره ما بين العائله الابوي ديالها خوتها في شمال المغرب، وانتي اخر العنقود عند العائله، لذلك سموك فرح، وكنت بالنسبه لهم واحد الرمز كي قلت على الفرح. ولكن مع الوقت الحياه كتعلمنا ان ماشي دائما الفرح دائم وحاضر. اليوم من بعد كل هاد التجارب اللي دوزتيها في حياتك، الا بغيت نسولك شنو كيعني لك الفرح الحقيقي؟ واش في الصحه، في النجاح، او لا في العائله؟ في الحقيقه كيف ما كيقولوا انا اسم ديالي كاين كيفه من النصيب ديالي، كاين الفرح. انا واحد انسانه كيعجبني نفرح بزاف، كيعجبني نضحك، كيعجبني ندخل البهجه والفرحه على اي واحد كيكون معايا من العائله. معروفه في العائله عزيز عليا الفرح والضحك والبسط يعني. ولكن كيف ما قلتي بعض الاحيان كندوزو من مراحل في الحياه، ولا كندوزو من صعوبات ولا مشاكل، يعني ماشي دائما غتكون فرحانه. ولكن الفرح كيجي حتى من داك الصبر، من ديك الشدائد اللي دوزتي منهم ولا المشاكل، كيجي من اي لحظه. وإلا عرفتي تحول الحياه ديالك يعني من لحظه الم ترجع فرح، راه كلشي في يدنا. انا تعلمت هادشي هذا، تعلمت اي لحظه حتى الا تفكرت فيها اعز الناس اللي فقدتهم، ولا كنتفكر غير الحاجه الزوينه، كنتفكر الفترات الزوينه، كنتفكر شنو درنا، شنو ضحكنا. حتى يعني شي واحد مثلا ولا عدو ديالي، ولا واخا ما عنديش الاعداء، ولكن ولا مثلا انفصلت منه كصديقه ولا صديق وتباعدنا، ما كنتفكرلوش الخايبه، كنتفكر له هذيك اللحظه الزوينه اللي دوزناها زوينه واللي ضحكنا فيها. يعني من خلال الهضره معك عرفت انه واش هادشي اللي انت كتحسي به، يعني كتقول دائما انا كنفكر في الجانب الايجابي، طبعا كنفكر في الفرحه، كنسامح، طيوبه. طبعا واش هادشي من العائله هي اللي زرعات فيك هاد الصفه هادي، هاد الخصال؟ اكيد. انا الحمد لله والدي الله يرحمهم كانوا من اطيب خلق الله، وخا يعني اديهم الناس ولا كيوقعوا في شي مشاكل من اطراف شي عائله ولا شي واحد، ولا وقعوا هم عمرهم ما كيردوا الصرف بالصرف، اولا دائما هما ماشي عدوانيين، دائما كيرجعوا بالخير. انا شويه في الاول شويه كنت كنحقد الى شي واحد اداني، كنبقى حقده. من بعد تعلمت ان في الحياه ما عنديش علاش نضيع وقتي ولا اهتمامي ولا حتى الانرجي ديالي، حتى ديك الحقد ولا ديك الكره لا ما كيستاهلش ديك السيد ولا ديك السيده، فهمتيني؟ فتعلمت ان كيف ما قلتي دائما كنفكر ايجابيه،
ولو يطرى لي اي حاجه مع اي شخص كندوز فوت، ما عنديش الوقت لا للعتاب ولا حتى حاجه. اليوم كنشوف بزاف ديال الناس عندهم مثلا اعمال خدمه شهره، ولكن مع ذلك كيحسوا بواحد الفراغ كبير في حياتهم. في نظرك شنو هي الحاجه اللي كتقتل الفرح في الانسان اليوم؟ واش هو الضغط ولا الطموح الزايد؟ يعني كيبقى متشبت في واحد الامر كيبغي ضروري انه يكون، او لا المقارنه مع الاخرين، ولا شي حاجه اخرى في نظرك اللي كتقتل الفرح في الانسان رغم انه عنده ظروف يعني متاحه؟ اصعب حاجه يقدر يقتل الانسان فيها راسو هي المقارنه مع الاخر. في هاد لا سيتوياسيون اكيد غتخسر كلشي، واكيد غتخسر جميع اللحظات الزوينه في حياتك، لان القناعه شي حاجه زوينه بزاف. وي. الثقه بالنفس كذلك شي حاجه زوينه بزاف. انا بالنسبه لي الا غادي ندخل في مقارنه، ندخل في مقارنه مع راسي. انا دائما كنحارب راسي، ما عمري نحارب باش نكون احسن من شي شخص. ما عمري كنت كنحط في راسي بان انني خصني نكون مثلا حنا في التمثيل خصني نكون احسن من هادي ولا خصني نكون احسن من هذا ولا خصني نتفوق على شي واحد. ابدا، مع احترامي للجميع كان بالنسبه لي كلشي زوين. انا بالنسبه لي في الدومين ديالي ممثلات كاملين فنات وكاملين زوينات وكاملين ممثلات رائعات وحتى كنحترمهم بزاف. انما فاش كنكون خدامه مثلا في يعني في حال في المهني ولا في الشخصي، ديما كنشوف راسي، شوف راسي ماشي شغلي حتى في شي واحد اخر، وكنشوف وقناعه بديك الشيء اللي قسم لي الله، وقناعه بديك الشيء اللي عطاني الله، من حيث اي حاجه، من حيث المشاكل، من حيث الفلوس، من حيث الصحه. كنحمد الله على اي حاجه اللي عطاها لي، كنقول الحمد لله انا احسن من بزاف، ما عمري كنقارن. دونك على ديك الشيء يمكن كنفرح باي حاجه بسيطه كتجيني. قبل ما يعرفك الجمهور كممثله، انت قبل في الصغر ديالك، في المراهقه ديالك، في الشباب ديالك، كنت كتخدمي في المجال ديال التطبيب، يعني كمساعده سكرتاريه، خدمتي مع طبيب الاسنان على ما كنظن. ولكن في هذا الباركور هذا كنت كتحضري حتى عمليه الولاده، يعني دايز انك دخلتي شتي المراه كنقولوا في داك المخاض ديالها، داك الالام، داك الوجع، اللحظه اللي فيها داك الالم، ولكن كيتولد منها واحد الفرح. واليوم من بعد انت ما تولد لك واحد الفرح اللي هي بنتك مجدة، اللي سميتيها على الام ديالك المرحومه الله يرحمها. واش فكرتي شي نهار ان داك المشهد اللي انت كنتي كتحضري ليه، كتدخلي كتشوفي النساء كيتوجعوا كيتألموا، غيجي واحد النهار انك غتعيشيه؟ وكيفاش كان الاحساس ديالك بين انك كتشاهدي واحد الولاده واحد الوقت، واليوم عشتيها وربيتيها بيدك؟ اول حاجه خصني نهضر على الولاده. انا ولدت قيصريه سيزاريان، ما ولدتش ولاده طبيعيه. كان عندي ظروف، هي الصعوبه ديالها من بعد، هي ماشي بحال الصعوبه ديالها في نفس الوقت، لان الصعوبه ديال الولاده طبيعيه عندها الفتره ديال الولاده الالم، من بعد كترتاح. الولاده القيصريه ابخي الولاده عاد كتالم بشهر بالفتحه على حساب على بزاف الحاجات كلها ولكن هذا ما كيعنيش ان عندهم نفس الاحساس تقريبا. يعني مهم كتجيب واحد طرف منك للدنيا، وخصوصا الا كنتي ديك الطفل عندك متمني. انا مجدة كانت عندي متمنيه يمكن في 2017 باردون قبل ملي كانت باردون انا ملي كانت عندي 17 عام. ملي كانت عندي 17 كنت كنقول كنقول للام ديالي الله يرحمها ونخوتي انا غادي نولد بنيته وغنسميها ماجده. سبحان الله. وكانوا خوتي جوجو، اللي كان كيكون الزوجه ديالو حامله ولا كنقول لهم ابدا راه غتجيكم ولد غنبقى تجيب انا، وفعلا كيجيهم ولد. سبحان الله. سبحان الله، الباب السما كانت مهلوله كتب لك انك كتب لي وانا خوفانه يسبقوني على السميه، خوفانه وامامتو انا كنحماق على البنيتات كيعجبني. والحمد لله الكرم الله كرمني ورزقني بواحد البنيته كيف ما كنت كنتمنى.
بنفس التشايطين بنفس الفعاير. كان هاد التمني وهذا يعني هذا الاحساس اللي كنتي انت واحد الوقت جيتي كي قلت انه عشتي هاد التجربه وعشتي داك الاحساس انك انت دخلتي لوبيتال ولدتي، حملتي، يعني هزيتي الحمل ديال 9 شهور، ولكن واحد الوقت انت كنت كتحضري لهاد العمليات لهاد المراحل. يعني في داك لو مومون اللي انت باقا شابه باقا ما مزوجاش، واش كنت كتمناي، كان عندك احساس انه غيجي واحد النهار غتكوني بحال هاد النساء اللي انت حاضره عليهم؟ اكيد، لان انا كنت ديما كنتمنى يكونوا عندي بزاف الاطفال ماشي غير واحده. واخا ربي ما كرمنيش بكثار، الظروف ما ساعدتنيش. وكنت دائما كنت كنقول خاصني نولد 4، حيت انا كتعجبني العائله كبيره، وكنت دائما كنشوف راسي انني حامله وكنشوف خصني نولد وكنت دائما كنشوف راسي خصني نكون ربة بيت وام الاسره. زعما هذا هو كنتمناها، زعما هذه واحد كانت عندي امنيه، ماشي زعما هذا هو النورمال. يعني كنت كنتمنى انني نكون وفعلا فاش انا قلت لك ربي كان كرمني الحمد لله احسن احساس، والله لا يحرم حتى شي واحد من هذا الاحساس هذا، واللي عنده وليدات الله يخليه لهم خليوهم لهم، والله لا يفرق شي ام على وليداتها. واش بصح زعما كنقولوا ملي كتزاد عندك البنت كتولي عندك الخوف اكثر ما انه كيزيد عندك دراري؟ لا بحال ما عادي، كنظنش ما عندها علاقه مع الطفل، ولدك ولد يعني بنتك بحال بحال. الحمايه، التربيه، نقول زعما كاين البنت ماشي بحال دراري، مش من يعني خاص ناحيه تكون حريصه عليها، حتى الولد هاد الزمان خصك تعلميها تكون حريصه عليه. ياك. يمكن الولد كتر. بحال بحال ما كاينش فرق. لا عادي، كبده كبده. ما كبده يمكن كبده. لك شي واش تفضل شي صباع من يدك. لا هي من ناحيه التربيه، يعني حتى في المجتمع ديالنا هذه شحال، يعني بحال مثلا البنت كانوا يحرصوا عليها واحد التربيه مشدده على عكس الدراري، يعني تدخل في الواق لا تدخل هذا في فكر الواق. تقليدي. ما يعني عندكش انت هذا الشيء؟ لا ما عندوش بحال بحال. انا بالنسبه لي الخوف خصو يكون سواء على الدري ولا على البنت. حيت انا على ما كنعرف وعلى ما سمعت انه جهه الشمال والريافه عندهم واحد التربيه شويه زعما صارمه، ماشي خايبه، ولكن يعني هما حريصين على تربيه الابناء ديالهم. يعني فعلا. واش هاد الشيء اللي في السلاله تنتي تزرع في عائلتك تنتي، ولا فيك داك الخوف يعني على لا هو بناتي؟ الخوف ما عنده علاقه بطريقه التربيه. الخوف كاين من الحب، يعني فطري. فوالا هادشي اللي فهمتيني، نقصد. هذا فطري، هذا ما عنده علاقه بالمنطقه. يعني احنا اي ام في العالم عندها الخوف على اولادها، الا ام متساويه متوازنه كنهضروا على انسان عادي. المنطقه كتختلف طبيعي طريقه التربيه. فهمتيني، يعني اكيد كل منطقه وعندها طريقه ديال التربيه ديالها، ولكن انا يمكن شويه لا ماشي بحال عائلتي في الترابي. شويه مختلفه من دايما. حتى في الطريقه ديال انا كي كنت مختلفه شويه. حتى والديا كي كانوا كيربيوني مختلفه على خوتي. بحال كانوا بزيرين مع خوتي، وانا لا انا بالعكس كانوا معايا بزاف. حتى كيقولوا لهم خوتي علاش هي لا، هي لا عمرها ما تضربت، هي عمرك ما درتو لا، عمركم ما فعلتو لا، حنا كلينا الدق بزاف. كان با الله يرحمه كيقول لهم لا وهي ماشي فحالكم. الله يرحمهم. الله يرحمهم. وعلى سبيل ذكر الوالدين، وكيف قبيله قلنا انه في الحياه كنا كنعيشوا شي حاجه خايبه وحاجه زوينه، حاجه كتألم حاجه كتفرح. وفي الحياه فرح الفاسي عاشت الحزن وعاشت الفقدان. فقدتي الوالدين ديالك من واحد المده قصيره ما بين الام والاب، وكيقولوا ان الانسان ملي كيفقد الاب والام ديالو كيحس بشي حاجه تحيد ليه حياته، بحال شي عكاز تحيد لك من يديك. كيفاش عشتي هذا الفقدان في حياتك افراح، مع العلم انه انت كتهضري معايا باقي كنشوف انه الحنين والوحش باقي؟ اكيد عمرو ما غيزول. كيف ما كيقولوا يمكن الله كرمنا بالنسيان، ولكن حنا كنتناساو. النسيان صعيب
تفقد اعز الناس، سورتو على حسب كما كنذكر دائما العلاقه ديالك بوالديك، يعني كل واحد كيختلف. الفقدان ديالهم كان اصعب حاجه ممكن طرا في الحياه الانسان. انا شخصيا اصعب حاجه كانت في حياتي، انا موراها مبقاش عندي مشكل حتى شي حاجه. فقدت باب الامان، الباب تشدد ديال الامان ديال الحب الحقيقي. ولكن انا كنقول يمكن مشاو، ولكن انا باقيين عايشين معايا في السلوك اللي علموني عليه، في الطريقه ديال في الاخلاق اللي ربوني عليها، في دايما معايا، حيت دايما كنفكر في اي حاجه كنعملها كنقول خصني نكون بحال اللي كانوا كيتمنوني. ف واي حاجه كنقول الوالده الله يرحمها كانت كتقول لي، الوالد الله يرحمه كان كيقول لي اي حاجه في حياتي عندي هما كاينين حاضرين 24 ساعه، يعني فهمتيني. ف الحمد لله مشاو عند اللي اعز، يعني مشاو عند الله سبحانه، ماشي خساره في سيدي ربي، ماشي خساره فيه، هو بغاهم الحمد لله. شنو اللي جاتك قاصحة؟ واش المدة اللي فقدتيهم معني انهم بيناتهم غير شي 6 شهور؟ عام عام؟ بالضبط. عام. يعني عام راه في هاد الوقت دابا راه كطير. عام. يعني واش هذه اللي جاتك صعيبة، او لا كنتي كتمري من واحد الظروف اللي كنت كتعاني منها، كنتي محتاجاهم، وجا واحد الوقت داكشي دقة واحدة نزل عليك؟ يعني ديجا فرح كنت كتعيش واحد نبقى نقول مشاكل او لا ضغوط نفسية، وجا هاد الفقدان زاد كمل عليك. هما مشاكل دايما كيكونوا في الحياة ديال الإنسان عادي، يعني مشاكل غيكونوا، ولكن صعيبة اللي كانت الفقدان اللي ما كنتش باقي للأب ديالي، كيف ما صرحت أن كان مريض شوية، يعني كان مريض كنتي مستعدة شوية، واخا هي صعيبة. هو الأصعب هو كان ديك الأربع سنين كان عندي فقدان ديال 4 الناس تقريبا، أعز ناس عليا. فديجا هادي كانت مدمراني. هو كان واحد خالي بالنسبة لي بحال عاوتاني كان عزيز عليا بزاف، رحمه الله. موراها مات محمد اسماعيل اللي كان الأب الروحي ديالي في السينما، مخرج. موراها ملي جا با وكان مرض شويه، فكانت صعيب عليا، حيت بحال جوج الرجال اللي كانوا بالنسبه لي اللي كان لجأ له في بزاف د الحاجات مشاو، بقى لي هو اللي كان يعني الاب ديالي، يعني والصديق والحبيب فيه كل شيء. هو كان مريض شويه، مريض تقريبا بالكلاوي، كان عنده مسكين كامل الدياليز، والسبب ديالو يقدر يكون اللي وقفوا له الكلاوي هما التلقيح اللي كنا درنا مؤخرا د كورونا. موراها ما توقعتش الموت ديال الام ديالي، هي اللي شويه اكثر كانت صعيبه. يعني الام ديالي جا الموت المفاجئ، يعني ما كانش اللي كانت عاديه، كنضحكوا انا وياها قبل بنص ساعه في التليفون، واتصلوا بيا كيقولوا لي رحمه الله. هي اللي كانت صدمه الكبيره، وزائد المشاكل الحياه العاديه اللي كنعيشوها. فكان الوضع لا يعطيه لشي مسلم. شنو كتقولي دابا للناس اللي عندهم والديهم ولكن ما كيعرفوش القيمه ديالهم؟ سادات كتبقاو دائما في الدار جالسين كنقول شادين لهم التليفون، ما عارفينش ديك القيمه ديك اللمه. كنقول لهم ما عارفينش الكنز اللي عندكم. عتقوا اي لحظه، اي ساعه، اي فرحه تقدروا تفرحوهم ولا تديوهم معاكم ولا تصفروهم ولا تلبيو لهم الطلبات ديالهم. راه كتبنيو، راه ما تصوروش شنو كتضيعوا، وراه ما تصوروش ان الرضا ديالهم والفرحه ديالهم شحال مهمه في الحياه ديالكم، شحال مهمه في السعاده ديالكم. وسعداتو اللي باقي الوالده، سعداتو. صراحه الناس تعرفوا عليك كذلك بواحد القصه اللي هي الزواج ديالك بالممثل عمر لطفي. انت ممثله
قسمتي الحياة ديالك الزواج ديالك مع واحد الممثل اللي معروف كذلك اللي هو السي عمر لطفي، وكانت عشرة زوينة، ولكن مع الأسف انتهت بالطلاق. وحنا معروفين في الدين ديالنا الإسلامي ربي حلل الزواج وحلل الطلاق. كنعيشو اليوم في مجتمع ولا الطلاق فيه حاضر بزاف، ولا عدد الطلاق أكثر من عدد الزواج، ولكن قليل اللي كيقدر يحافظ على داك الاحترام من بعد الفراق. يعني طلقنا كادي شحال الله يعاوننا ويعاونك. دابا ولينا كنشوفو دغنيغمون ان خروج اعلامي راجل ليا مراتي دارت ليا، بقى داك البارطاج ديال الحياه اللي ما خاصوش يتبارطاجا مع الناس ولا دائم. كيفاش ممكن من خلال تجربتك جوج ديال الناس اللي عاشوا واحد الحب وواحد العشره يقدروا ينهيو ديك العلاقه بدون اسرار، بدون فضح الاسرار ولا حرب؟ كيفاش؟ فهمتي؟ دابا هو واحد النوع كيفاش؟ من واحد المده طلقتي ولكن بقيتي ساكته ما قلتي والو، وهو كذلك كنظن. كيفاش ناتجة على الترابي، ناتجة على البيئة، راه ما عندهاش علاقة بكيفاش. فهمتيني؟ راه إلا يعني شنو الحاجه اللي كنتي كتخليك انك ما تضطريش انه هذا عنده علاقة بحيث هو مأصل وأنا مأصلة، فهمتيني؟ ولاد الناس. وتاني حاجة راه قدرنا كندوزو مشاكل كيف ما دوزنا، ولكن في الأصل كترجع دايما أن كان واحد بيناتكم الخير وبيناتكم وي. واحد البنيته ولا بيناتكم أطفال. كنطلقوا كزوجين ولكن ما عمرنا كنتفارقوا كوالدين لأن بيناتنا أطفال. وأكيد ديك الطفل خصو يشوف الحب والمودة بيناتكم والرحمة باش كتطلع فيها القيم. وأكيد خصو الاحترام باش كيطلع في واحد البيئة صحية وكيطلع متوازن. وهذا ناتج على أن هذاك السيد الله يعمرها دار وأنا يمكن حتى أنا الله يعمر. الحمد لله هادشي اللي كاين. وحنا داي حاليا كنحترموا بعضنا بزاف واصدقاء بزاف. وعمرني اتصلت به وقفت عليه ما وقفش معايا، وعمره اتصل بيا واحتاجني ما وقفش معاه. والحمد لله زعما ما عندناش. وبعض الاحيان الطلاق ما كيكونش زعما كتكون خطوه نضج وحتى هي الحب والنضج دي واحد المرحله كدوز لواحد المرحله ديال اخرى ما عندها علاقه زعما ماشي علاش كناخذوها بشي حاجه سلبيه، فهمتي؟ سي فري، حيت كي قلتي انت انه الا طلقنا يعني يقدر يجي واحد الموضوع انه باش تبقى ديك العلاقه مزيانه اكيد يكون طلاق، ولكن أكيد. يبقى العلاقه بيناتنا علاقه من أكيد. الدراري علاقه أكيد. من العشره. ولكن مع الاسف ديغنيغمون مع تطور الرقمنه ولي ريزو سوسيو ولينا كنشوفوا ان اي واحد كيطلق كيخرج وخلي دابا كيبقى الانسان اللي باغي يبيع ويشري في الاسرار ديالو ويعمل بوز باي حاجه، خلي هذا مرض نفسي. هذا خطر اللي كاملين. انا براسي كنحاول نعالج راسي من كثره التليفون وكثره انني نتواجد، لانه ولينا فعلا مدمنين لهادشي بزاف. واثر علينا نفسيا لانك كتحس براسك بواحد كتحس راسك كتضيع الطاقه ديالك في واحد الحاجه زعما فريمون. ولات دابا مشكله معيار ديال النجاح ولا معيار ديال فوالا. انك انسان. التواجد ديالك ولا معيار ديال انك متواجد في يعني انت كائن. ما كنتيش موجود يعني انت ما كاينش. هذا هو ولينا عايشين في العالم افتراضي اكثر من عايشين في الواقع. الطلاق ما كيكونش عنده تاثير على الزوج والزوجه، ولكن يقدر مع المده تكون عنده تاثير على الابن او يعني الابناء اللي كينجبوا في ديك الاسره. مع الوقت كيوقع القدر انهم يطلقوا. كيفاش حاولتوا انت وعمر تفسروا الابنه ديالكم ان الام والاب ديالها تفرقوا، ولكن الحب ديالهم ليها وليهم مع بعضياتهم ما تبدلش؟ عمرنا فسرنا لها. ما فهمناهاش. لا فهماتها بلا ما ضروري نعملوا ديك الفيلم درامي ما ونجلسوا عمركم ونشرحوا لبنتنا راه هادشي ما كيخصهاش ديك حياتنا. شحال عمرها بنت؟ 9 سنين هي فهمات. ماشي ضروري تفهم بان انا غنطلق وندير لها الدراما ونكبر لها الموضوع وهو متواجد معاها في كل لحظه.
وانا متواجده معاها في كل لحظه. يعني لما نفهم انها هي بقى ما عرفاش انكم نتوما مطلقين. فهماتها، ولكن فهماتها بطريقتها. دابا فاش كنجلسوا الطفل ونجلسوا نحسوه بان كاين شي مشكل كبير، وان عندما الوضع كنزيد درامي، وان كندوزو من شي ازمه ولا كندوزو من انفصال، راه الطفل كياخدها بواحد الحجم كبير على هي اللي الوضع ديالها اللي انت متقبله ولا انا متقبله، واننا حنا غنديباسيو وغادي ننقزوا لواحد المرحله الثانيه. هو يقدر هذاك اللي ياخدها بمشكل نفسي كبير ويدخل في مشاكل يأثر كبيره. عليه. ولكن فاش كتاخد الامور بحالها ما كاين والو، حيت حتى حاجه ما غادي تبدل. فهمتيني؟ بالنسبه لي انا وعمر تفارقنا كزوجين، ولكن كوالدين ديال بنتنا باقيين مستمرين، باقيين كنسافروا مع بنتنا، باقيين كيفطر معايا وكنفطر معاه، وباقيين كنتلاقاو، وكيجي فوقاش ما بغى يهز بنته، فوقاش ما كلو عقلو يدي بنته، مسافر معاها يضحك معاها. يعني هذاك الحاجز ديال لا يعني ما كنطبقوش هذاك الشيء المحكمه لا جي السبت، لا لا لا، ما عنديش هادشي بتاتا. يجي توحش لبنته في الاربعه صباح يجي هزها، يجي لعندها، يجي بات معاها، ما عنديش اشكال، حيت بنته من حقه، وبنته يعني حتى هي من حقها تشوف باباها في اي لحظه. يعني ما هادشي هو اللي يعني باش بنتي تكون مزيانه نفسيا، ما كتحسش بحتى حاجه وما حست حتى بحاجه، بالعكس عاشت دابا كتعيش في بيئه صحيه متوازنه، ما كاينش ما كاين لا مشكل لا حتى حاجه، الحمد لله. نتوما جاكم ساهلين يعني، حيت كاين بعض العائلات مثلا كيتزوجوا كيكون عندهم دراري صغار كيبقاو يفكروا كيفاش غادي نفهم ولادي اننا حنا تفرقنا. يعني واش نتوما من البنت ما شاء الله فهمت راسها ان هذا الامر راه كاين واحد الانفصال ارتحيتوا؟ ما كنتوش كتفكروا انهم غنديروا واحد المجهود كيفاش نقنعوا ولا نقربوا الابنه ديالنا نفهموها الوضع؟ لا هو بنتنا اكيد ذكيه بزاف، ما محتاجاش نفهموها. الاطفال كاملين، راه الاطفال ديال هاد الجينيراسيون ذكيين وفاهمين. الاجمل من ذلك ان هي فهمت ان مابقاوش مشاكل. فهمتي؟ الزوين ما في ذلك هو ولينا كل واحد كيحاول يهتم بها اكثر. بالعكس، والاهتمام يعني كيكون النويه متفق عليه، عاود ماشي حيت زعما تفاصلنا هو كيهتم بها اكثر مني باش يجي البال عنده وانا كنهتم بها اكثر باش نجبد. لا لا لا، هادشي ما كاينش. هادشي كاين مثلا الو عمر راه انا غندير، الو فرح راه انا غندير، الو انا شلت لا صافي سي بيان اللي شلتي انت انا ما نشللاش، انا غنديها وصافي انا السيمانه اللي ما جا. فهمتيني؟ كاين واحد، وهذا كيف ما قلت لك ناتج على جوج د الناس ولاد الناس. كاين واحد الظاهره اليوم انه كاين بزاف ديال الازواج مثلا كيتزوجوا وكيمنعوا الاب من رؤيه الابناء ديالها، ولا حتى المراه عاوتاني كيمنع عليها الدراري ان تشوف امهم. شنو رايك في هذا التصرف؟ واش كيكون انتقام بين الزوجين ولا في نظرك الضحيه ديالها هما الاطفال؟ اكيد هذا غلط كبير في حق ولادهم، غلط كبير. شوف انا ما كنعرفش الظروف كل واحد، يعني ما نقدرش نحكموا، حيتاش بارفوا كتكون شي طرف فيه الخلل ولا ماشي ولد الناس ولا قبيح ولا مادي الطرف الثاني، حيت على حسب الانفصال كاين كيشكل الخطر، كاين شي طرف كيشكل الخطر على ديك الابناء وعلى ديك الام. ديك الشيء ما نقدروش نهضروا على تصرفات اللي جات من عند ديك الاب ولا من عند ديك الام، لان الا كان هذاك الشخص اللي كنت مجوجه كيشكل لي خطر على بنتي في طريقه التربيه، في الطريقه ديال العيش، طريقه يعني من اي ناحيه، اكيد انا هاد اللحظه ممكن غادي انه ناخذ بنتي ديالي، ما يمكنش اعرض بنتي للخطر. ولكن الا ما كان شي مشكل لا، ولكن هي مثلا هذا كتبغي تردها هذا وهو الا كيبغي كان غير ضد باش تفرس الاب ولا باش تفرس الام، هذا غلط كبير. هذه جريمه في حق ولادك، لان اكيد ولادك غادي يعانيو في الكبر. فاش غيكبروا في واحد البيئه ماشي متوازنه، غيطلع كاين العائل غيطلع باش كيطلع نرجسي، خلل نفسي، مرض. فاكيد ناتج على هاد التصرفات هادو. الا بغيت لي ما نسولك بكل صراحه، حيت شحال من وحده غتسمعنا دابا وغتحس فرح شحال من هضره قلتيها كتطبطب على القلب، ولكن اليوم من خلال تجربه كامراه مطلقه بكل صراحه
شنو الحاجات اللي خاصها تبقى حاضرة في العلاقة الزوجية باش تستمر، باش ما نبقاوش نشوفوا هاد الطلاق اللي ولا مستمر دائما عام عامين ولا كنسمعوا الطلاق. يعني شنو الحاجة اللي نتيا ماشي ضروري تكون هي السبب الانفصال ديالكم، أكيد اللي كنهضروا لا. حنا مجملا يعني في العلاقات الزوجية عامة، شنو اللي خاص يكون باش يعني ديك العشرة تدوم. الوغ جوابي اللي هو ما عنده علاقة بيا وبلا سيتياسيون فوالا ديالي ولا على طلاقي ولا على يعني عامة، يعني عامة النظرة ديالي كامرأة كامرأة انا بالنسبه لي العلاقه الزوجيه بعد كتكون من الاسس ديال ديال العلاقه، يعني ديال الزواج خص يكون الاحترام، خصو يكون الامان، خصو يكون الموده والرحمه بين الحب، يعني واللي كنعرفوه وفي الدين ديالنا هي الموده والرحمه، انني نرحم ونرفق بديك الانسان ويرحم، وانني نزيد للقدام بداك الشخص اللي كيكون معايا، سواء الراجل مراته ولا. يعني شي انا كيما بالنسبه شي لي الا كانوا هادو كيتوفروا في الزواج، والصبر اهم حاجه، الصبر حيت الصبر هو الاكيد اللي كيطول العشره. طبعا الا كانت في الحدود ديال الشخص، يعني عاوتاني الصبر ما يوصلش للدل، ما كندخلوش في الخانه الدل، الصبر اللي هي على الظروف، على الحياه، على مشاكل بسيطه، على اي حاجه، الهفوات عادي. انا بالنسبه لي الا كانوا هادو اكيد الانسان غادي يكون في علاقه صحيه وغادي يستمر. الا كان خلل في هذا في هذا الشيء هذا، اكيد نقدر نصبر على شي حاجه، ولكن الا كان الخلل في هذه الاعمده راكم متاكد ما غاديش يشدوا هذا الزواج. بعض الناس كيقولوا ان النية في الوقت ديالنا كتكون كافية في العلاقات، ولكن الواقع بعض المرات كيصدمنا. وهنا العلاقات سواء في الصداقة، في العائلة، في الخدمة، في الزواج، يعني كنقولوا ان النية زينة كتكون في العلاقة باش تطور، ولكن بعض المرات الواقع كيصدمنا، سواء في الناس، في الظروف ديالهم من بعد كيتبدلوا. في نظرك الانسان خاصو يدخل العلاقة سواء الصحبة او العائلية بنية صافية فقط، ولا يتوقع الأسوأ ويكون مستعد للأسوأ، أنه الإنسان ولا الإنسانة يقدر غدا تبدل عليا ولا تبدل عليا ونشوف في واحد الكوتي لي نيجاتيف؟ انا نهضر على راسي أنا راسي كيفاش كنتعامل. انا دائما بالنيه، ما عمرني ولو انني مثلا ما عندها علاقه بالذكاء، ما عندها علاقه بهذا، واخا كتكون مثلا شويه عندك الذكاء، ولكن كنفضل نزول ديك شويه الفهم والذكاء ونسبق نيتي، لان فاش كنتوقع الاسوأ كيوقع ديك الاسوأ دائما. زعما دائما مشكلتي كنتوقع في ديك الشخص ديك الشيء اللي كاين، واخا هو في ديك الساعه مزيان وكيصدق داك الشيء اللي كاين، داك اللي قلت، فوليت كنخاف من راسي، وليت كنقول ما نتوقعش الاسود، بتوتر انا كنجلبو. زعما انا يمكن كان ملي كنتشائم، والتشاؤم حرام في الدين ديالنا، يمكن حيت كنفكر في ديك الحاجه الخايبه على ديك الشيء كتوقع، فوليت دائما كنتظر غير المزيان، واخا يعني ديك الشخص يرجع لي الخايب، ما كيكونش عندي اشكال، ما عنديش مشكل. قلبك زوين، قلبك لطيف. شوف ماشي هو كيسيون قلبي زوين. ما شنو قلت لك في الاول، الحياه كتعلمك انك ما كتعطيش، ماشي هادشي ماشي هو اللي مهم، شخص مشى شخص جا ماشي مهم، المهم هو انت تكون مزيانه. انا بغيت نسولك واحد السؤال ومن قلبي، كي قلت لك انا كنت عليا بزاف، ونتمنى انه يكون، حيت كلنا كنتمناو الخير لاي واحد في العلاقات ديالنا، سواء مع العائلات كيوقع الخصام. انا براسي يعني شحال من واحد كيكون عنده اقارب ولا في الزواج ولا شي حاجه، وتا اليوم حياه فرح الفاسي مع السي عمر لطفي، الاغلبيه عاشوا معكم ديك قصه الحب والموده والانجاب ديال الطفله
الله يخليها لكم، أمين. وعاشوا معكم الناس الطلاق وكل شيء، وبغى ديك القصة ترجع، ديك العلاقة ترجع، ديك المودة ترجع. اليوم سؤال بصراحة، واش كتفكري انت وعمر ولا ديجا كان واحد التواصل بيناتكم انه تقدروا ترجعوا؟ حيت شحال من علاقة من بعد الطلاق رجعت كي يعني كيخصها ضروري داك الفراق اللي واحد المدة كيجلس الانسان كيتفكر، كيعرف القيمة ديال الطرفين، كيصلح الاخطاء. واش نتوما وصلتوا لهاد اللحظة انكم نقدروا شي نهار نشوفوا عمر وفرح رجعوا لبعضياتهم؟ شوف هادشي في يد الله، ماشي في يدنا الرجوع، ولا هذا ماشي في يدنا. حاليا حنا متفاهمين ومتصالحين ومزيانين، الحمد لله. الا كانت شي حاجه ما جايه من عند الله من بعد ما كنعرفوش شنو كاين، ما كانتش حتى هي من عند الله، مرحبا بها. يعني بور المومون ما كان حتى شي، يعني حتى شي تقارب بين بعضياتكم، حيتوا الموضوع من جديد، حاولتوا انكم لا، دابا دخل شي واحد هذا ما بيناتكم؟ نبغيش اصلا ندخل في هاد لي ديطاي هادو. انا اصلا في حياتي ما نبغيش نهضر عليه، لان سي فري كو في الاول كان ديك كت كت كتعاود حياتك الشخصيه للناس، يمكن كتخوي عليهم قلبك، ولكن بزاف الناس ما كيفهموكش، وبزاف الناس كيقولوا لك شي حضرات، وبزاف الناس كينتقدوك. فمن الاحسن الانسان كيخصو يتعلم من الدرس، فهمتيني. حياتي الشخصيه ما بغيتش انا دابا نشاركها مع حتى شي واحد، ما بغي نقول لا حتى حاجه عليها. فهاد سيرتو في هاد محترم. عندها علاقه بالانسان اللي غيكون الشريك ديالي المستقبلي، ولا بالطليق ديالي، ولا بنتي. صافي كنهضر على شي حاجات اللي هما نورمال، اللي هما يمكن الفان ديالي، ولكن شي حاجه لي ديتاي بحال هكا نفضل نبقى محتفظه بهم. ولكن بعض الجروح ماشي انها كبيره، ولكن لانها ما كنقدروش انها نتصالحوا معها. يعني كيجيونا بعض الصدمات في الحياه كيجيو كبار. واش الانسان خاصو يواجه هاد الصدمات الماضي باش ينساهم ويتشافى منهم، ولا ممكن يعيش ويتجاوز دوك الاشياء بدون ما يرجع يفكر في الماضي؟ شنو اللي كيجيك صعيب؟ هو تصالح مع راسك وتقبل الماضي والحاضر والمستقبل في يد الله. وخا الماضي كان أليم. بالعكس تصالح معاه، تصالح معاه، تقبلوه، عيشيه بالحلوه وبالمر ديالو. الا تقبلتيه وتصالحتي معاه غتقدر تعيش مزيان. الا بقيتي كتهرب منه يبقى ديما تابعك وديما عندك الخوف، وفين ما غيولي عندك تروما، فين ما تبغي شي حاجه غيوقع عندك واحد يعني اي حاجه، لحظه او لا اي مكان او لا اي جست غيفكرك في داك الحاجه اللي انت خوفانه منها، ولا ديك الحاجه اللي وقعت لك ولا الماضي. في الماضي. اكيد فخصك تداوى، اكيد الا لجأتي للطبيب النفسي غيكون احسن باش تداوى منه بجلسات. اكيد هذه اهم حاجه، وتصالح مع راسك. في سياق السؤال كاين واحد السؤال آخر اللي عنده رابطة، هو أنه الجمهور المغربي وحنا عرفنا كيف أدوار يعني في التلفزية، مسلسلات، إنتاجات سينمائية، أفلام، اللي نقدر نقولو 18 عام 19 عام ديال هاد الكارير هذا، ديال الأعمال اللي نتجتيهم في الباركور ديال فرح الفاسي. وكمان انك كتقري واحد الادوار اللي يعني كتقمصيهم. يعني تفرجنا مثلا في رحمه، ايام سلامه ابو البنات، يعني بعض الادوار اللي كتعيشي انك كنتي بحال قريبه، كتشدي داك الدور كتعيشي فيه. واش ممكن يكون التمثيل بالنسبه للممثل طريقه باش يخرج دوك المشاعر ديالو اللي مكتومه ما كيقدرش يعبر عليها؟ يعني الدور كيكون بحال واحد المساحه كيعيش فيها اشياء ما يقدرش يعيشها في الحياه، او لانه يقدر يبوح بها حنا الناس. كيجي داك الدور كتخرج داك الشيء اللي في الداخل ديالك. اكيد انا بالنسبه لي التمثيل هو اكتشاف بزاف ديال الشخصيات اللي عايشين معانا، واكيد يعني البوح بزاف ديال المشاعر اللي انت مثلا كشخصيا ما كتقدرش ديرها. نديرها.
احسن حاجه انا في التمثيل بالنسبه لي هو كان وحش الفرح الفاسي. فاش كندخل في شي دور وخصوصا ملي كيكون عندي مثلا فيه واحد المده طويله ديال 3 شهور ولا الشخصيه مركبه، وخصوصا الا كانت شي شخصيه بعيده عليا كل البعد. كتعجبني بزاف، كنتمرد فيها بزاف، كنعيش فيها بزاف، لان كتخرجني من شخصيتي انا. يعني كنخرج من فرح فاسي وكنمشي مع ديك الشخصيه، وفاش كنسالي كنلقى راسي توحشت راه فرح الفاسي. فانا بالنسبه لي كيبان لي بحال شي ثيرابي. على ديك الشيء يمكن كنستمتع انا فاش كنكون خدامه في التصوير. كنستمتع بكل لحظه كنعيشها في اي شخصيه، كنستمتع كنعيش، كتعجبني، كنحبها، فهمتي؟ فيمكن هذا علاش كنقنعك ليلك. ما عمر ما عمر وقع لك العكس، يعني جاك شي دور او لا شي قصه عندها واحد لاطاج في حياتك انيمه ورجعتي فكرتي داك اكيد حنا ممثلين كيألمك زعما او لا. اكيد شوف، اي مشخص او لا اي مؤدي كيكون عنده واحد الباك جراوند، واحد الطريقه ديال، يعني على حسب كل واحد وطريقه الاشتغال ديالو. حنا كتلقى عندك مثلا واحد البلعه، حنا نقولوا مثلا واحد البلعه ديال لي دوسي، هذوك لي دوسي مخزنه فيهم بزاف ديال اللحظات الأليمة، الفرح، الافلام، الشخصيه تعجبوك، هذوك بالنسبه لي لك بحال المذكرات، كترجع لهم كتستعان بهم في بعض الاحيان، في بعض اللحظات ديال ملي كيكون عندك شي مشهد ما عشتوش انا شخصيا، ولكن غنكون تفرجتو في شي مكان شفتو في الحياه. حنايا انا نهضر على شخصيه، بحال مثلا انا كيلفتوا لي النظر ديالي بزاف ديال الناس ملي كيكون عندهم شي كاركتير سبيسيال، كنبقى نلقى انا راسي كنشوف فيه وحتى كنعيق، كنبقى نشوف حتى كندخل له الوسواس وانا غير كنكون كنحفظه. كتلقى شي كاركتير، شي واحد عجبني بالكاركتير ديالو، هو شنو كنشدو عندي كنخليه عندي، كنقول ربما نحتاجو لشي شخصيه، حيت انا كما كتعرف كتجيك شخصيه بعض الاحيان مكتوبه ولكن ما مكتوباش الكاركتير ديالها، مكتوبه شخصيه كتدخل كتخرج بنت فلان ولا يمه فلان ولا هذا، ولكن الكاركتير بعض الاحيان انت مثلا كتبروبوزيه على المخرج او المخرجه، كتقول له شنو رايك نزيدوا هاد لو تيك، شنو رايك، وهذا كيكون ناتج على انك شفتي شي عمل اولا شي مرحله دوزتي منها، اولا شفتي شي شخص، اولا وقعت لك شي حاجه، وهذه انت اللي كتدعم ديك الشخصيه باش كترجع حيه، لان هادو كيكونوا مكتوبين في الورق، فهمتي، اللي كتحيي ديك الشخصيه. في وسط العمل الفني معروف انه كاين في واحد المنافسات وخلافات ومشادات، واليوم مع السوشيال ميديا ولا الناس كلشي كيبان ليهم او كيحننوه. في نظرك شنو السبب الحقيقي؟ كلشي نقيض ولا اللي عنده شي باج اقنعوني ان هذا تمثيل ولا كلشي واعر عادي؟ في نظرك شنو السبب الحقيقي وراء هذه الخلافات ما بيناتكم؟ واش الغيره، المنافسه، ولا غياب الاحترافيه؟ يعني كاين واحد النوع اللي كيجي مثلا كيحس ان الاخر احسن منه في الادوار او في التجسيد، كيحس بواحد الغيره، او كاين واحد الحقد، مشادات. هذا الشيء كاين، ما تقولش لي ما كاينش. اكيد كاين وبزاف بكثره، ولكن حيت الناس بقات كتبان ليهم. انا قلت لك، انا رجعت لك، ملي كتعمل راسك في المقارنات راه هادشي اللي كيوقع، فهمتيني، كتدخل في هادشي هذا. انا بالنسبه لي هادو النوع الناس اللي كيفقدوا الحياه ديالهم، الحلاوه الحياه ديالهم، وكيبقاو مقابلين غير الاخر، فهمتي؟ هادشي كيف جميع الميادين، زعما ماشي غير عندنا. صافي كاين الناس اللي كيجريو على الدنيا بالنسبه لهم. انا الا كنت الاولى في رمضان انا هي الواعره، انا الا كنت عملت كتبوا عليا لي باج ولا صيفط لي باج كتبوا عليا، بالنسبه لي انا فرضت الوجود ديالي، اولا انا الا تنافست وعملت راسي في واحد المركز وتنافست وتقاتل على ديك الدور غادي نوصل. هادو فهمتيني قناعات شخصيه عند بعض
الاشخاص عندنا في الدومين، الله يعاونهم الله يعفو عليهم. انت ممكن تحسي انه كاين في واحد الوسط يعني مشاحنات، شنو كديري كترجعي للور انا بعيده ولا كل كتواجهي؟ البعد، بعيده كل البعد على جميع المشاحنات وعلى يعني جميع. الى شي واحد مثلا جبدك او انا لا؟ صعيبه قبيحه. لا انا قبيحه. يعني كتردي كتجاوبي، انا يعني كنبعد، تردي كنفرض، حقك او لا كنحاول كترجعي؟ نبعد له ماكسيموم، كنبعد لان كنبقى ساكته، واخا انا مبقيتش بحال اللي يكون زعما ما كنحاول ما نردش، ولكن الى الانسان زعما استفزني بزاف ولا اذاني بزاف كنخرج على وماشي مزيان، كنخرج على آه، على الوعي ديالي. وهذه دابا هي اللي كنخدم عليها، هذه عندي كنخدم عليها، كخصني دابا انا كنتجاهد مع راسي وكنتقاتل مع راسي باش واخا يستفزني الواحد يوصل معايا فيما وصل نكونترولي راسي. متسرعه. مش متسرعه، الا استفزني في شي حاجات وهادوك الحاجات عندي خطوط حمراء، ما كنعرفش راسي شنو غنقدر ندير من بعد، ونقدر نخسر كلشي، ما عنديش اشكال. وما كان ما كنضربش الحساب شنو غنخسر، نقدر نخسر كلشي زعما ما غندمش، زعما ما عنديش مشكل، الله يسهل في كلشي، ولكن ماشي مزيان، هي في الاصل ماشي مزيان، وهذيك الطريقه ماشي مزيانه. انا دابا هذا هو الهدف ديالي. هاد الشي فيك من الصغر ولا من الكبر، يعني من ازمات او لا صدمات اللي لا، من عشتيهم هما الصغر، اللي خلاوك حنا هكا؟ هكا، حنا عائله هكا. نعم. عائله هكا كامله. في الاخير انا بغيت نقول لك شكرا، حيت حلقه دازت معاك زوينه. شكرا الناس بزاف. كيستناو نبكيك ساعه ما قفلتني من الضحك ماشي. كنبغي نقول لك شكرا، وقسم لك بالله كفرحان، واحد الفرحه ما تصوريش خليك وانا معاك، لي. واحد الفايبز داز معاك يا واعر. وانا ما كاينش عندي شي واحد انا كنقول يا ربي غير يدوز داك الانرجي، ما يبقاش داكشي زعما كيبقى تيك سؤال جواب. ضحكتيني، قصتك زوينه رغم ان فيها هاد المراحل اللي صعبه. نكون معك صريح، باش تكون بنت تهز الفقدان، طلاق، اكتئاب، مسؤوليه، مش غنقول لك برافو، نقول لك 100 الف برافو. انت هي نون النسوه، تبارك الله عليك. حيت باش نشوفوا ما شاء الله الله يحفظك ما، يعني رغم هاد الصعوبات بقى شاده، بقى عندها احلام وافاق، شعله لاي واحد. ولانه هو جميل ما كيدوز شي واحد عليه الدكاكه وكيعرف كما قلتي قيمه الدنيا وقيمه الصحه هي اللي دايما ما كتبقى تبان ليه حتى شي حاجه اخرى. من قلبي انا بغي نقول لك واحد الحاجه تعطيها ليا. شنو هي النصيحه اللي تعطيها لي انا من خلال التجربه كامل اللي عشتيها في الحياه؟ اللي فاتك مليله فاتك بحيله. انت عشتي شحال من حاجات اللي اليوم انا واحد الدري في عمري 26 عام بقى عندي طموح، بقى عندي حياه، كنقولوا الحياه غوله، الدنيا غوله. شنو النصيحه اللي تبغي تقدميها لي باش نقدر ننجح ونوصل داكشي اللي بغيت، بحال شي نهار الاسم ديال فرح الفاسي؟ اول حاجه غنقول لك امن براسك، امن براسك مزيان، ثق في راسك مزيان، واستمتع بكل لحظه كتعيشها اللي عطاها لك سيدي ربي، وتصالح مع راسك، وما تخلي حتى شي واحد يرجعك للور، ديما شوف القدام. اهم حاجه كون دايما فال خير على الجميع، اللي داز من حياتك واللي داز من حداك، حاول تعاونوا باي حاجه ولو غير البسمه. مهم ما تخليش شي حاجه ماشي مزيانه تجي من جهتك، باش دائما ملي تكون ناعس وتنعس على المخده تكون ضميرك مرتاح. اهم حاجه في الحياه هي يكون ضميرك مرتاح. شكرا لك اسماعيل، شكرا بزاف، حلقه ممتعه، فرحانه وفخوره بك وراك بصح يعني واحد الانسان اللي كنفتخروا به، الله يحفظك. حيت انت ما دازش عليك القليل، الله يكبر فيك. وتبارك الله عليك، وانسان طيب بزاف. الله يحفظك. وكنتمنى الحلقه ديالي تكون ناجحه، وكنتمنى
بالعكس نكون دوزت بحال نسمع على قلبك. ناجحة ديال بصح أنا عجبني الحوار داز معاك شحال من عبرة استكشفناها، لأن بدوري كنتمنى لك كل خير، كنتمنى لك الصحة والسلامة وراحة البال، شكرا وتفرحي ببنتك إن شاء الله يا تشوفيها ربي كيف بغيتي يا ربي، يا ربي وديما يكون الخير في طريقك إن شاء الله. وأنا بالجميع. بدوري كل واحد كيجي عندي لهنا وكيجلس معايا كنبغي نشكرو، والشكر ضروري وواجب، حيت أي واحد مثلا نجيب أسماء بحال فرح الفاسي ماشي سهلة من شكرا الدعوة ديالي، والشكر ضروري حيت ربي جبت من يخليك. وقتك، عطيتني واحد المساحة أنني نطرح شي أسئلة، تستاهل. شحال من فرصة يعني الإنسان خاصو يقدرها، فكنتمنى أنه يعجبك واحد لو كادو جبتهولك يا الحبيب ديالي القليل في شكرا. حقك، ولكن مبقيتش كنفكر شي حاجة شكرا اللي تبقى شكرا تعجبك إن شاء شكرا. الله، ونظن تعجبك. اوه ما شاء الله شحال زوين. كان الطابلو يدخل عليك بفعل الخير إن شاء الله شكرا الدار، فن. نتمنى أنه يعجبك اكيد يعجبني اكيد اللي جا من عندك وسبحان الله الدار ديالي عندي فيها هاد اللعيبه وهاد اللعيبه. ما شاء الله. شكرا بزاف شكرا شكرا. الله يحفظك، شكرا أختي فرح، أنت عزيزة على قلبي، كنعاود نقول لك نتمنى لك كل خير، حلقة دازت زوينة، ونتمنى أي واحد وسورتو النساء اللي كيسمعوا لينا ياخذوا العبرة من فرح، حيت ما دازش عليها قليل، ولكن الحمد لله كل شيء داز، الحمد لله والفرحة بقى دايما في حياتها وتدوم في اكيد. حياتكم إن شاء الله.